كنتي تتوقعين انك تلعبين هذا الدور؟ لا صراحة أنا مو بس ما توقعت إني ألعبه، أنا ما توقعت إنه في عندنا ممكن تنكتب سيناريوهات كذا عن المرأة في الرياضة. طيب تحسين إنه في اختلاف في التعامل بين المرأة الرياضية والرجل الرياضي؟ أكيد يعني ممكن أقتبس من المشهد اللي قبل شوي، إن الناس هنا فعلا يعني مجرد ما تغلط غلطة بسيطة ينسوا لك كل شيء كويس، ومجرد ما تنجح يشوفونك أحسن الناس. طيب في احترام أكثر للرجل الرياضي؟ طبعا الرجل الرياضي يعتبر هيلثي، يعتبر قوي، بطل. يعتبر شجاع، بطل كل الناس تحترمه، لكن بنت رياضية ولد. انت مسترجلة بس لك على حاجة بالذات الرياضات العنيفة. نرجع لشخصية نجود، خلاص بنسميك نجود. هل تشوفي فيها تشابه؟ احنا تحديدا بنتكلم عن أزمة الهوية للمبتعثين، بيروحوا بيعيشوا حياة مختلفة تماما عن بيئتهم، وبيرجعوا لازم يتأقلموا مع هذه البيئة وهذا المجتمع، فبيصير في زي أزمة هوية أو أزمة تأقلم. خلونا نكون واقعيين في الموضوع هذا. احنا لما نطلع برا، وتقريبا كثير مننا طلعوا برا، يبدأون يتأقلمون على البيئة وعلى الانفتاح وعلى أنه كل شيء عادي وطبيعي. لما نرجع إحنا لسه عندنا الشيء هذا أنه خلاص كل شيء عادي. صح. بس الموجودين اللي لسه ما طلع يشوف أنه إيش اللي عادي. لا مو عادي، لحظة وقفي هنا، إحنا غير، إحنا في عادات. طب أنا بالنسبة لي عادي، طيب وش أسوي؟ أنت يا دوب تروحي تأقلمتي هناك، رجعتي لازم ترجعي تتأقلمي من الأول. ترجعين تشوفين بمنظور المجتمع. صح. أوكي يعني إحنا ما نتكلم عن التجاوزات أو الأشياء الغلط، بس في أشياء إنه طبيعية بس هي مو موجودة عندنا كثقافة. مريتي فيها أنت هذه الأزمة؟ حد من صحباتك يعني تشوفي إنه هي فعلا أزمة موجودة؟ هذه الأزمة عند كل أحد ابتعث أو مبتعث أو درس برا أو عاش برا أو بيسافر كثير. ميلا لسه مكملين كلامنا معاكي، بس ناخد بريك، فاصل سريع جدا وراجعين لكم تاني وكلامنا واعي. لسانها سليط، حيوية، مهووسة بس ذكية. هذه صفات شمس، الطالبة في المرحلة الثانوية اللي تحلم أنها تصير بطلة رياضية مثل نجود. شخصية شمس اللي بتلعبها العنود، وهي حالياً تدرس الإخراج في مصر وعندها تجربة سابقة في التمثيل في فيلم سعودي. خلونا نرحب بالعنود في كلام نواعم. مساك الله بالخير. الله يسعدك. شكرا. العنود، من بين كل الصفات اللي ذكرناها عن شخصية شمس، إيش أكثر صفة جذبتك للشخصية؟ إنها طموحة، ما بتاخذ الخطوات على طول. يعني أول ما تجي بالها الفكرة على طول تسويها، ما هي مترددة، ما عندها موضوع أي فكرة عن بنجود. التردد. أول شيء هي اللي خلاها تختار الملاكمة أو الرياضة إن هي ضعيفة في التعليم، فهذا خلاها تبي أي شيء بعيد عن التعليم يكون سهل عليها، لأنها بتكره الدراسة. نجود بالنسبة لها المثل الأعلى، خلاص هي هذه اللي بتوصلني لحلمي. حلو. بأي طريقة كانت، هو أنا بوصل لنجود وهي من خلالها بوصل اللي أنا أبغاه. شخصية شمس ما انطرح من خلالها قضية أو قضيتين، يعني كان في قضايا كثير. فيه الهوس بمشاهير السوشيال ميديا، في التنمر، في بعد النظرة السلبية من العائلة للبنت المشاغبة الشقية هذه. أعطينا أمثلة يا شمس أو يا العنود. أوكي، أول شيء التنمر في المدرسة، لأن عندي هذا المرض أني ما بعرف أقرأ كويس، وكمان غير أن أنا من طبقة أقل منهم، وخالي اللي دافع لي المدرسة الخاصة لأن أهلي شوية ما معاهم يدفعوا لي. على قد حالهم. طبعا صحباتي في المدرسة ما حد بيحبني، كله يطنزون علي. بعد كده إن أنا نشبة النجود، أروح لها من دون ميعاد ولا أي شيء، أدرعم كذا على طول وتهزئك وبرضه ترجع. وتقول لها هجيب لك البوليس وما يعني. عندنا مناسبة في البيت ودي داخلة مع الناس. لا بس كملتي يا شمس كمان ان انت حتى فكرتي، يعني انا بصي انا هقول حاجه صغيره قوي بس الاول هنشوف، يعني هنرجع نشوف المشاهد بتاعتك. أوكي. فكرتي ان انت ممكن كمان تسرقي عشان توصلي لحلمك ومن اعز اصحابك. لا، هو انا مش سيئه لدرجه ان انا اسرق الفلوس او ان انا حراميه. لا، انا الحاجه هي اللي خلتك انا في داخلي وانا باخذ الفلوس ابى ارجعها، بس انا الحين محتاجتها وشايفه ان انا
محتاجتها وهي مو محتاجتها، باخذها وبعدين ارجعها. يعني أنا مو شايفه ان تعاطفت في معاكي مشكله جداً. انه بس الغايه تعالي نشوف. تبرر الوسيله عندك. ايوه انا مو شايفه ان هي مشكله، ان انا يعني مو بنيه السرقه، بنيه ان هي معاها وبعدين بعطيها، بس من دون ما تحس فيني. انا ما ادري ان هي شافتني كمان، من دون ما تحس فيني، وانا برجعها بعد من دون ما تحس غلبانة، فيني. أيوة. إيه؟ يعني انا بضايق العالم، بضايقهم، بس انا مو شايفه ان انا مسوي شيء. انت كل شيء ما عندك عندك مبرر تبريرات. لا ما عندك يعني شعور بالخطأ أبدا. لا، عادي الأمور عادي. بس أنت ليش كنتي مرة مهووسة بمشاهير السوشيال ميديا وتتابعينهم؟ هو انا كنت مهووسه بس بنجود، هي عندي مثلك الاعلى كل شيء، بشخصيتها، وان هي سافرت. انا بس بسوي زيها، بسافر، ابي اصير ملاكمه، ابي اصير قويه عشان ادافع عن نفسي كمان من اللي شفت في المدرسه. اني اي احد يقول لي شيء يزعلني اضربه خلاص، ابي اصير زيها. صرت السوبر هيرو. إيه. هو الخارقه. سوبر هيرو. شخصية لا خارقة. كم جري مش طبيعي وراها، انت مش فاهمه المشاهد. تعالي نشوف مشاهد نحفت. ونرجع تاني هسألك اسئله. حبيت نحفت من كثر الركض تجري وراها. يعني أنا حابة كثير أنه قاعد المسلسل يعالج أشياء كثيرة وحديثة في المجتمع. بس شمس أو شخصية شمس تحديداً، هل ساعدتها الرياضة أنها تتخطى هالمشاكل أو أنها تتصالح مع مشاكلها؟ إيه. أول شيء صفيت حساباتي في المدرسة. أول بالبوكس. شيء أخذت انتقام يعني؟ إيه. لا بس بردت قلبي. أنا ما أتفق مع العنف أبداً. ما كان عندي حل اخذ فيه حقي، لاني كنت مهمشه. ما عندي صحبات، ما حد يحبني، وما ادري ليش. يعني انا كل المسلسل انا ما ادري ليش بيصير معي كذا. فكنت شايفه ان الرياضه اخذت لي حق، بردت قلبي شويه حتى من البنات في المدرسه. معناته خلتك يعني تنتقمين، بس ما خلتك تتصالحين مع ذاتك ابدا. لا انتقام. مبسوطه يعني بطريقه غير صحيحه. حسيت انك متصالحه انت يعني العنود مع الشخصيه يعني، والمشاكل او التحديات او كيف اخذت بحقها. طيب حابين نتكلم على موضوع الجراج اللي كثير بيظهر في، يعني هو الشخصية الرمزية خلينا نقول في المسلسل. هل هو يا ميلا المكان اللي فعلا من خلاله البنات بيحاولوا يهربوا من واقعهم، ولا يتحدوا العادات والتقاليد وزي ما قالت يمكن يتعلموا كيف ممكن يدافعوا أو ياخذوا حقوقهم؟ الجراج كان المكان اللي نجود أول ما شافته رفضته على طول، إنه مو الشيء اللي كانت تطمح له. ما أكيد يعني كانت تتمرن على مستوى مرة حلو كذا. بعدين بدأت تنزل وتتأقلم إنه ما في غيره للأسف. مشي حالك يعني. مشي حالك. بس الجراج هو اللي جمع أهلها، جمع صحباتها، جمع حتى الجيران في الحارة. صح. هو اللي فرغ طاقتهم السلبية، هو اللي خلاهم تصير قلوبهم على بعض، هو اللي خلى نجود تصير عندها صديقات. هو اللي خلى يعني في البداية كانت تشوف شمس شخص ستوكر وشخص مزعج، بعدين صارت تنتبه وتركز إنه لا، أنا قاعدة أشوف في شمس نفسي زمان. قاعدة نجود تشوف كيف شمس نفس المحاربة ونفس المعاناة ونفس الشجاعة، صارت تدعم شمس إنها تكون أقوى، وبالعكس صارت فخورة فيها ومكان قدرت تساعد فيه الناس. يعني تشوفي إنه فعلا المجتمع اليوم بحاجة لمثل هذه الجراجات، يعني مع اختلاف التسمية تشوفي إنها ضرورية وجودها في المجتمع لتلم الصحبات وتكون مكان لدعم مثلا أصدقاء أو معارف. غير إنها زي ما قلت يعني تلم وتطلع الطاقة السلبية وتعرف الناس على بعض وزي كذا. هذا شيء مرة مهم، إنه إحنا نرجع نجتمع زي أول. يعني دائما نحن نقول ليش ما صرنا زي أول، ما عاد نجتمع، ما عاد صار عندنا صديقات، كل منشغل ولاهي بحياته. لما نجتمع في نادي أو نجتمع في مكان ترجع يصير في إحساس اللي أنا عندي صديقة بس كأنها أختي، أنا أفضفض لها، أنا أتكلم، أنا أطلع الأشياء اللي عندي أحسن ما أروح أطلعها يعني في أشياء سلبية أو غلط. صار في نوادي نسائية فممكن تطلع من الجراج خلاص. لا وغير كده هتلاقي حد برضه يجري وراك، يعني هتلاقي حد زي شخصية شمس تجري وراك، ترفضيها كذا مرة وتلاقيها وراك، ترفضيها وتلاقيها وراك. بس أحلى دايت والله يا بنات. دايت الستوكر، رح نسميه ستوكر دايت. ستوكر دايت صح. بجري من المدرسة لبيتها، ومن بيتها للمدرسة، وفي الشارع من البيت فهمتي طول المسلسل أنا بجري. بس شمس أنت أول ما خدتي الدور
ايه اكتر حاجه ما عجبتكيش؟ يعني ايه اللي كنت خايفه ان انت تعمليه؟ لا ما في، كله عجبني. كله ها؟ الدور از كله باكج عجبني. او كشيله واحده زي ما بيقولوا؟ كل الدور مرة عجبني، يعني ما عندي شيء. ممكن الشيء الوحيد اللي حسيت فيه بتعب انه عكس شخصيتي في بعض الاشياء، ان هي حركيه، بتجري، بتتكلم بسرعه، فهمتي؟ انا لا، يعني شويه اجلس، فهمتي؟ ما اتكلم بسرعه. يعني لما اقابل الناس اول مره تلقيني اجلس ساكته، اسمع انت عكس أكثر. الشخصيه خالص. تماما. هي لا، اول الناس تشوفهم تسولف وتتكلم وتدخل فيهم وتدخل بيتهم وتدخل غرفتها وتنبش وتتقفش في المدرسه، بترد عادي وعامله مشاكل مع اهلها في البيت ومش فارق معاها حد. ايوه، عندي مبررات لكل شيء. بس مو خايفه الناس تكرهك انه اول عمل درامي لك وبديتي بهالشخصيه؟ مو خايفه الناس تكرهك؟ شوفي، هو شيء سلبي وايجابي. سلبي انه ما بالجمهور يكرهني، بالعكس يعني. الايجابي اني اذا كرهوني او رده الفعل فهذا نجاح لي، ان انا سويت الدور صح. انا وصلت لهم الاحساس صح. اني وصلتهم للكره، لا كويس. كويس، برافو. ميلا، ايش رايك؟ انا بالنسبه لي اقول انه متى نصير متصالحين مع انفسنا؟ لين متى احنا قدام الناس الناس ما في احد بيرفكت. خلونا نكون واقعيين، ما في احد بيرفكت. خليك تصالح مع نفسك. الاشياء السلبيه حتى لو كانت زي نجود عندها اشياء سلبيه كثيره، حاول تعدلها، يعني حاول تعترف فيها وتعدلها. بس انك انت تكون مثالي وتنكر كل شيء كذا، لا. يعني احنا نحتاج برضه نكون واقعيين اكثر. ملينا من المثاليه الزايده صراحه. نبتعد عن المثاليه ونعيش يمكن الواقع بحلوه وبمره خلاص الحياه ماشي، يعني خذوها سهلات. نتمنى الجمهور يشوفها بهالطريقه واكيد يدعمكم في هذا العمل يعني جديد من كل النواحي. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يعني نحتفل بنجاح العمل مع بعض. ميلا واكيد العنود، شكرا انكم نورتونا في استوديو كلامنا واعم، واكيد احنا مكملين مع ضيوف وابطال اخرين في مسلسل بنات الملاكمه بعد الفاصل في كلامنا واعم. تسلط الاهل وصراع الاجيال، التمييز في التربيه بين البنت والولد، العنصريه، ازدواجيه الشخصيه، كل العوامل دي بتحرك شخصيتين من شخصيات المسلسل، هما ليان واروى، واللي بيلعب دورهم دانا السالم وعبير سندر. برحب بيكم، منورين. اهلا بيكم. يا هلا، مرحبا فيكم، مشكورين على هالاستضافه الحلوه يا الحلوات. على راسنا، تسلمي. مين ليان؟ ليان هي البنت العربيه المثقفه اللي تحاول تنفك من قيود موجوده بدون اختيارها. هي ضحيه ولا لا؟ لا، ليان مو ضحيه. ليان من وجهه نظري هي من اقوى شخصيات المسلسل، لانها ما تسكت عن الحق وهي اقوى فيمينست فيهم. حلو. مناصر القضايا المرأة يعني. حاملة الراية. يس. مبين على الطبيعة أصلا لابسك الدور. أيوة. الله يسلمك. أنا أصلا من أول ما قريت الدور هذه أكثر شيء حببني فيه، لأن مثل ما نشوف حوالين العالم، مو بس العالم العربي، قضية الفيمينيزم قاعدين يطرقون لها يعني بتعصب وبشكل غريب. فحبيت اني انا احصل فرصه اني انا اقدر اتكلم عن الفيمينيزم بشكل خليجي، بشكل منطقي بدون تطرف، لان احنا عندنا زياده يعني. اي المشكله في التطرف باي شيء. مزبوط. بس عندك شخصيتين، شخصية قدام الناس وشخصية سرية، في ازدواجية أو نقول موجهين مثلا. ليان شوية شخصية مركبة مع تقدم أحداث المسلسل، بتشوفون شلون هي ممكن نقول تشد her layers. خلينا نشوف عندها شلون طبقات في الشخصية، بس يعني في كثير في المجتمع زي كذا بكثرة، لأن ليان ما بس تمثل نفسها. أنا شفت في ليان وايد بنات في المجتمع، وأتمنى أنهم ممكن يتفككون من قيودهم مثل ما ليان تحاول أو تقدر. لأن سألتك ضحية عشان كده، إن هي شافت مامتها ضحية باباها، ليها شخصيات، مع أخوها حاجة، مع أصحابها حاجة، قدام أبوها تقدرش تنطق حاجة تانية. تعالي نشوف مشاهد ليكي ونرجع تاني. الذكورية. أول مرة تمثلي، إيش كانت ردة فعلك لما قرأت الدور؟ أنا بصراحة أصلاً أول ما جاني الأوفر إن أنا أمثل مرة استغربت، لأن أنا ما عندي أي خبرة في التمثيل، ماني كاتبة إن أنا ممثلة في أي مكان، إنه على أساس تبغوني أمثل، عارفة؟ وكنت حقول يعني لا أنا ماني ممثلة، بس لما قريت النص حسيت إنه I loved the character، ومرة تشبهني، أنا حسيتها أنا. فمن كثر ما حبيت الشخصية قلت إنه ما حتكون صعبة إني أمثلها لأنها تشبهني أصلاً، فجربت.
طيب رح نسألك بكيف أو كيف ممكن هذه الشخصية تشبهك، ونتكلم عن تجربتكم في التصوير وعلاقتكم طبعا كفريق عمل، بما إن إحنا حاسين أنتم صرتوا باستيز موجودين معنا هنا في الاستوديو. بس خلونا نشوف بعض المشاهد ونرجع نكمل حوارنا. بهيك بإيه يعني؟ هو شبهك إزاي؟ شخصية أروى مرة مستقلة، إنسانة مستقلة معتمدة على نفسها. عبير برضو إنسانة مستقلة ومعتمدة على نفسي من فترة طويلة، مو علشان إنه يعني ما في أحد في حياتي ممكن يساندني ويقف جنبي، بس أنا كذا طبيعتي وشخصيتي إن أنا أحب أعتمد على نفسي. مثلا أنا خلصت ثانوي ويعني عندي أخوان وأخوات وكلهم جالسين في البيت، يعني ولا أحد فيهم يشتغل ولا أحد فيهم يسوي ولا شيء، يعني أهلي بيصرفوا عليهم عادي. بس أنا خلصت ثانوي وقلت لماما أنا بطلع أشتغل. ومن الثانوية للسنة اللي فاتت وأنا موظفة 8 سنوات. فيعني أحب أعتمد على نفسي، أحب أصرف على نفسي. فهي شبهي بدا الشيء إن هي مرة تعتمد على نفسها ومستقلة. عندها أهداف، عندها طموح تبغى توصلها بأي طريقة. شخصيتها قوية وعندها أفكار إنه تبغى تبين للناس كلهم إنه ما في حاجة يعني اسمها معايير جمال. ده الشيء كمان قلته كم مرة. ثانك يو، ده اللي أنا عايزة أسمعه. هل مريتي أنت بتجارب حسيتي إنه فيها عنصرية تجاهك؟ عبير؟ ايوه. يعني لا الصراحه انا بالنسبه لي التجارب الشخصيه مع العنصريه ما هي مثلا عنصريه الكره انه الناس يكرهوني عشان شكلي. جهل اكثر. مثلا حتشوفوا اروى تعدت في تجارب ناس مثلا اي وحده يشوفوها مثلا سودة في التلفزيون ولا في اي مكان، شوفي اروى تشبهك، وهي اصلا ما في علاقه بينها وبينها، بس لون البشره عشان نفس لون البشره. برافو. فور اكزامبل انت صح حلوه بس سودة مثلا. خلاص عندهم يعني معايير معينه للجمال. يعني معايير معينه انه يلا انت كيف كده وانت كده، يعني المفروض ما تكوني حلوه اذا انت يا سبحان الله. اي هو هذا هو يعني زي ما قالت انه جهل والمفاهيم الخاطئه يعني عند الناس. بس انا حابه كثير ارتباط كل واحده فيكم بشخصيتها. صح. طيب ليان بعد مرتبطه باخوها وتعلق آمالها على اخوها. شلون؟ مع انه طالعه بشخصيه يعني نسويه، وعاده النسويات يكونون اجريسيف مع الرجل، ففسري هذا الموضوع. اخوها مثل نقدر نقول ان جواز سفر لها، انها تقدر تنطلق وتحقق احلامها وتنفك من قيودها الموجوده عندها يعني. وكان وايد سهل اني انا ومحمد مشعل، وجه له تحيه اخوي الصغير في المسلسل، ان احنا نسوي لنا باند، لان فعلا ممثل مبدع. بعد هو اول تجربه له في التمثيل، هو يوتيوبر، لكن هي واز اميزنج وتلقائي جدا. وعبير ومحمد اكثر اثنين اصدموني ما شاء الله، they're so natural، تلقائيين. بس انت عارفه يعني انا اللي حبيت من هذه الفكره انه احنا قاعدين فعلا تتضح قدامنا انه دور الرجل كبير جدا في حياه المراه. يعني لما تجي انسانه نسويه تلغي دور الرجل تماما، فهذا تطرف يعني صح. مو صحيح. هما في الآخر feminism is equality. احنا نبي التساوي، ما نبي ان نكون اعظم من الثاني. صحيح. على طار الرجل، هو عمل نسائي متكامل من التمثيل وطبعا التأليف، الا المخرج رجل. نوجه له تحيه كبيره، نوجه له تحيه كبيره المبدع سمير عارف. واعتقد اتكلم مو بس عن نفسي، عن فريق كامل. ونحب نشكره على شغله واستثماره فينا في هالعمل بالذات. خلينا نشوف المخرج ايش راح يقول عن بنات الملاكمه. لو تجيب زي مرة ثانية. اي عشان يما ابيك تسامحيني، ما كان قصدي ازعلك. قلتها قبل شوي. لا ابيك تسامحيني، ما كان قصدي ازعلك ابد. مسلسل بنات الملاكمة مسلسل سعودي اجتماعي. يمكن من الاسم هذا الواحد يتوقع انه في مباشرة يعني زي بنات الملاكمة، انه مسلسل حركي رياضي عن بنات ملاكمات، لكن في الحقيقة المسلسل أكبر من كذا. في حالات اجتماعية مختلفة، في تنوع، ومو فقط بنات، في شباب، في أمهات، في آباء، وأيضا طريقة طرحها مختلفة. أكشن من تحت القلب. أوكي. فوق. نجود تكلمت؟ ما كلمت. واحد نجود هناك صفرت، لفينا كده. في الحقيقة صراحة النص يعني أكثر شيء شدني أنا في بداية الموضوع، طريقة الكتابة، المسار اللي تمشي فيه القصص، كيف تتحول وتتغير. عمل مشكل في كل شيء، في دراما، في كوميديا خفيفة، في حركة، في أكشن، في
في مواضيع، في غموض. يعني أنا دائما أقول في مسلسلاتي أنا يهمني متعة المشاهد أكثر شيء، يتقرب بالشخصيات، يحس بمشاعرهم، تأثر حالاتهم والمواقف اللي يمروا فيها والمشاهد الدرامية اللي تحصل لهم تأثر في المشاهد، تأثر في عاطفة المشاهد. هذه كله هدف يعني مهم في صناعة الدراما. مسكت باليمين، برمت برمة كاملة كذا. أكبر تحدي كان في هذا العمل إنه كل الشخصيات الرئيسية شخصيات مركبة تحتاج إلى ممثلين يعني متمكنين. فأكبر تحدي كان إنه الممثلين اللي كانوا معي كلهم وجوه جديدة. بس أنا كنت داخل ما يجوا. شيء كنت هبلت. كان الموضوع هذا بالنسبة لي تحدي، وأيضا كنت خايف منه. يعني كنت خايف إنه ممكن الموضوع هذا يكون عائق لي، إنه والله أصير أركز على التمثيل وأنسى الأشياء الثانية، أنسى المحتوى، أنسى الصورة، أنسى التكنيك. لكن الحمد لله توفقنا في الاختيار. كل الشباب والبنات اللي شاركوا معنا من الوجيه الجديدة أدوا أداء كويس، تمكنوا من الشخصيات وما تعبوني. طيب عاطف نزلها كذا مو بوكس سوى زي كذا، هو جاء أخذ العقال ورفعه. لا ما ترفعه، بس تجيب تاخذ العقال زي اللي تهديد أبو الحروف. لا دائما أي عمل يصير فيه تعاون وحب وشغف يطلع منه نتيجة كويسة، وإن شاء الله هذا الشيء اللي احنا نطمح إنه يكون طلع في هذا المسلسل، وإن شاء الله أتوقع إنه المشاهدين راح يستمتعوا بالعمل بإذن الله. ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا كلام المخرج. أنا عارفة إن أنتوا الاثنين قاعدين أول مرة تسمعوا كلام المخرج عنكم وعن العمل، وكنت عايزة تقولي إيه في الفاصل؟ قاعدة عمالة مصرة أنا عايزة أقول حاجة. طبعا سمير ما أتكلم بس عن نفسي، أنا عندي acting experience حتى عن الجماعة. وايد أعطانا مساحة إن إحنا نقدر we method act ونحط شخصياتنا الحقيقية مثل ما قلتي مساعة في الأدوار نفسها، ووايد كان سهل الشغل. وتتبعوا أسلوبكم الخاص في التمثيل. يعني المشهد اللي أثر فيكي وعمرك ما هتنسيه، حاسة إن أنت بتقولي ده رسالة مني لحد، أو ده رسالة فعلا بتوصليها للمجتمع؟ في كل مقال كتبته ليان هي رسالة صراحة. وايد كلام قيم كان مكتوب في المساء. أوجه بعد تحية للكاتبة أفنان القاسمي also a fellow feminist، وكاتبة مبدعة جدا. الناس مكتوب بشكل شبابي، وكل الرسائل اللي فيه مهمة. ما أقدر أختار رسالة معينة. أنا افتكرتك هتقولي المشهد اللي دخلتي فيه على باباكي وبتواجهيه إنه كفاية بقى. في بعض مشاهد أقوى. يلا بينا كده هتفرج ها. وانتي يا عبير ايه المشهد اللي عمرك ما هتنسيه وبتقدمي فيه رسالة؟ دي جالسة أقول لها المشهد اللي أتوقع كان أصعب شيء. أنا بالنسبة لي شخصيتي هادية، ماني من نوع الناس اللي يصرخ ولا عصبي ولا ماني كده. فأصعب مشهد كان عندي مشهد كده إنه الصريخ بصرخ في أحد. I think that was it. كم مرة عدتي؟ والله مو كثير صح؟ لا ممكن مرتين بس. كنت بتصرخي ليه؟ يعني قاعدة ليه بتزعقي لو قلت لكم حينحرق يعني. شيء يزعل أروى. لا خلاص في أشياء كثيرة تزعل. طب أكيد شيء زعل أروى عشان كذا أروى زعقت. يا سلام. أنت عندك آراء لاذعة وشديدة في النقد للسينما وللأعمال الدرامية الخليجية. إيش رأيك في مسلسل بنات الملاكمة؟ إذا بنقارن مسلسل بنات الملاكمة بباقي المسلسلات، في طاقة خام يعني موجودة بالممثلين الجدد اللي معانا، وجوه جديدة وفريش. وأعتقد أن كل شاب أو شابة يتابع ويتابع مسلسلنا بتلاقون نفسكم في الكاركترز الموجودين. سمير عطانا الفرصة أن احنا ممكن نكون شوية مودرن في طرح قضايانا، وفي مشاهد جديدة أنا ما قدمتها. يعني تعتبرينها قفزة نوعية بالأعمال الدرامية الخليجية؟ هي قفزة نوعية للدراما الخليجية من ناحية شبابية. ده أنا بشكرك ونورتينا. الله يسلمك حبيبتي. انبسطنا معاكي. ميرسي. هنكمل كلامنا عن مسلسل بنات الملاكمة اللي بيتعرض حالياً على MBC4. فاصل وراجعين تاني. عاطل عن العمل، محافظ وتقليدي وعصبي ومعتقداته متضاربة. هذه كلها صفات بدر أخ نجود في مسلسل بنات الملاكمة، واللي بيلعب دور الممثل محمد هاشم، واللي حسب كلامه بيتوقع أن الجمهور هيرميه بالطماطم بعد مشاهدة المسلسل. نرحب فيك يا محمد. إحنا رح نرميك بالورود لحد ما نشوف الجمهور بيرميك بالطماطم ولا لا. شكراً على التسويق الحلو هذا للشخص. طيب أنت ليش يعني قبل ما نتكلم عن
الشخصية أكثر، ليش متوقع إنه الجمهور يكرهك يعني؟ لأنه أنا أول مرة أقدم هذا النوع من الكاركترز. أنا دائما حاصريني على الأدوار الرومانسية البحتة. هذا ممكن في ازدواجية عنده، إنه هو عصبي تقليدي متمسك بالأعراف والعادات والتقاليد، لكن لما يجي على زاوية الحب في حياته لا، راح تشوفونه رومانسي وأيضا العاطفة العبد فيه نوعا ما. فممكن مثل ما كرهون الناس في البداية ممكن يتعاطفون معه، ممكن أيضا يوافقون الرأي في بعض الجوانب، ممكن يستمرون في كرهه. الله بس يستر. هذه الشخصية كثير متواجدة في المجتمعات العربية والخليجية تحديدا، معناه ممكن بالعكس ممكن يشوفوا نفسهم في هالشخصية، في شخصية بدر. هو في النهاية حنا الدراما يعني دائما نحرص انه نقدم الانتقاد بشكل لطيف، صحيح. ما يزعل، وحلو ان الواحد يشوف نفسه. يعني انت كمتفرج تشوف نفسك في الشاشة انه هذا انت، فممكن تصلح من وضعك مثل ما سوى طب تعالى بقى بدر. انت تشوف نفسك دلوقتي في مشاهد ونعرف اذا كانت يعني هيرموك بالطماطم ولا لا زي ما انت قلت. الله يستر. تكرهك بعد هالدور، بس أنا ما أتوقع كذا، لأنه في ناس راح تحبك لأنك تمثل ناس كثير. صح؟ الله يجبرك. صح ولا لا؟ هو فعلا في بعض المواقف هي الصح اللي قاعد يسويها بدر، إنه لازم يكون في تقنين في العلاقات وفهم يعني صحيح للحريات. يمكن هذه المشكلة الأساسية. يعني احنا في النهاية مجتمع محافظ، مجتمع العرب بصفة عامة عندهم النخوة، عندهم الغيرة، عندهم أمور كثيرة يعني لازم يحافظون عليها، وهذه الأشياء متوارثة يعني. أو زي ما بتقول بيشد ويرخي، يعني كان عايز يضربها وقاعدين بياكلوا مع بعض وشرب اللبن الصويا بتاعها اللي كانت بتقول عليه، مش عارف من كثر ما يحب أخته يعاملها بهدوء، لكن في بعض المواقف ممكن إنه هي تستفزه. لا في غيرة وفي حماس، إضافة إلى أنه الشخصية أساساً بينها وبين بعضها مش متصالحة. يعني هو دائماً يحاول انه يكون الافضل، لكن في عوائق كثيره. شخصيه طبيعيه يعني، شخصيه بتغير، شخصيه رجوليه، شخصيه بيخاف على اخته بس بيحافظ عليها في نفس الوقت. طبعا. انا اعرف بقى من عبير اللي هتقول عنك بقى، انت شايفه ان هو شخصيته متناقضه فعلا في المسلسل؟ بتهيني شويه. بالعكس احسن واحد. هيديكي فلوس اهو. لا شخصيته مو متناقضه، شخصيته احس تشبه كثير من شبابنا في السعوديه، في الخليج، في العالم العربي بطريقه يعني اوسع. صح. كلهم تقريبا عندهم نفس شخصية بدر. بس معاكي انت يعني موقفه مع اخته ماشي، بس معاكي انت هو كلهم نفس الشيء مع البنت اللي حبها وفي ايديها غير عند اهله يصير بني ادم ثاني. ايوه يعني رجع عند اهله يحرموا على اخواته. لا هذا تعرفين يعني دايما يقولون الرجال يعني لما يجي مع زوجته غير مع اخواته وامه. المجتمع العربي فاهم. اي يعني عبير انت تشوفين في ازدواجيه فعلا عند الشباب بشكل عام بهذه النظره؟ عدل الصورة. احنا ما نبي نتكلم عن بدر، ما احسها نتكلم عن الشباب. خلاص هذا طبعهم، هذا طبع الشباب اللي عندنا، وما هو بالضرورة شيء مو كويس ولا شيء كويس، بالعكس حلو انه احنا عندنا الغيرة هذه وانه راجل شرقي، راجل نموذج يعني. لا بس حاجة تانية، هو شرقي وحمش وكل حاجة، بس هو مع اخته وقف لها خلاص، وجي مع حبه ما عرفش برضه يقف لها، يعني انت ما عرفتش برضه تاخدها. صح. لغايه اللي احنا شفناه اتفرجنا عليه. إيه؟ طب ايه بقى؟ يمكن نهايه فجأة قاعد عمال تزعق لدي وتزعق لدي، فين حبك اللي دفعت عنه وحاربت عشانه؟ وهذه الازدواجيه اللي موجوده في شخصيه بدر. الحب دائما دي طماطم، دائما في طماطم. دي في طماطم، غير كده لا. في سحرات غير كده راجل. الازدواجيه دائما موجوده في، شوفي دائما الحب يغير في الشخصيه سواء للافضل او يعني بشكل او باخر. لازم نفهم انه مو شرط انه انا انكسر في الحب، لا الحب يقويني اكثر، لكن انا العوائق اللي واجهتني كبدر هي اللي كسرتني. ايوه. انتم راح تشوفون ان شاء الله ايضا في تسلسل الحلقات امور كثيره يعني ممكن يعني انه تقولون بدر صح يبغى يستمر في هذا الحب، ما يبغى يخسره. يعني بدر سميتك بدر خلاص. يعني انت تشوف ان بدر ما انكسر، انه هو ما خضع يمكن لاهله، ما باع حبه بالرخيص. أنا ما أبي أحرق الأحداث لكن في النهاية الشخصية يعني كبدر قاعد يمشي صح للحفاظ على الحب، يمشي صح للحفاظ على الحب، لكن في أمور كثيرة قاعد يسويها غلط. أوكي. طيب أكيد رح نستنى ونشوف بعض المشاهد، بس أنت تغيرت آرائك بعد ما مثلت هذه الشخصية؟
لا زادتني ثقة في ايش؟ ايوه لحظة، زادتني ثقة في ايش؟ اني صح. لازم العب بوكسينج عشان اختك ما تدفن. عشان اختي ما تدفن. عشان ادافع عن نفسي، عشان اتضارب. يا عبير، غيرتي ارائك بعد الدور؟ في ايش؟ اي اراء كانت عندك مسبقة ولا حسيتي انه لا فعلا هو بالعكس احس الدور دعم ارائي يعني اكزيستنس اللي كانت موجودة اصلا يعني. كيف؟ هذا أيوة ترجع للناس. حابة اشوف هذه قصة الحب كيف رح تنتهي. لا ترجع للناس، لان الناس معلش مكتوب بحرفيه حلوه، يعني لغه النص جديده وفي جمل عفويه انت تقرينها، انت تمثلينها، لكن راح توصل بالناس بشكل عفوي. والشيء الحلو اللي حبيته انه في رساله مره جميله وهادفه عن الحب، ان الحب ما له دخل لا بلون بشره صح. لا بشكل، هو الحب حب ارواح. صح. انا هذا طبعا ايماني. معليش في حاجه عندنا للاسف في المجتمع الشرقي، انه نستحي ان احنا نقول نحب، لكن أيوة. بالفم المليان نقول نكره. طيب صحيح. عبير، انت تشوفين ان جمال المراه او حتى وسامه الرجل ممكن تكون مرتبطه بلون البشره؟ اكيد لا. العالم كله تقريبا عنده غسيل دماغ. صحيح. was brainwashed انه يفكر انه المعايير الاوروبيه هي المعايير الجميله، يعني كل ما تكوني ابيض، كل ما تكوني اشقر، كل ما تكون عينك ملونه، كل ما تكوني حلوه ونحيفه. وعندنا في العالم العربي عجباني دي قوي انه حتى دي بوظنا تفكيرنا فيها. في العالم العربي عندنا مثلا لو لازم شعرك طويل ويكون اسود وعينك واسعه، ملامح بدويه كذا انت حلوه. فمع انه في انواع جمال مختلفه مره كثيره، لو الواحد يطالع بعيون مفتوحة صحيح. يشوفها. أنت ذكرت أنه أنت كعبيرة تعرضتي للعنصرية في حياتك، كيف غير هذا المسلسل وهذا الدور شخصيتك كعبير؟ وأنا كنت كده من قبل المسلسل الصراحة. بس يعني مع المسلسل ده يعني كان أفضل إنه بيوصل الناس أكبر الرسالة اللي أنا كنت حابة أوصلها. وورى ناس أكثر إنه مو شرط مثلا زي ما تشوفوا أروى في بداية المسلسل شعرها طويل، طبعا مو شعرها، تحط اكستنشن ألوان وما هي يعني مرة واثقة بنفسها، مكياج مرة كثير طول الوقت، تبغى تبين نفسها حلوة طول الوقت. بعدين في نص المسلسل تشوفوها بشعرها الطبيعي، ما تحط ميك اب، خلاص يعني صارت واثقة بشكلها، وتبغى الناس كلهم يشوفوا نوع جمالها المختلف اللي مو شرط يكون زي معاييركم انتم. حلم أروى في المسلسل كان ان هي تعمل عروسة شبهها. ليه بقى كانت عايزة تعمل عروسة؟ عايزة تثبت ايه؟ أروى كانت طول حياتها تدور على عروسة تشبه لها وما لقت ده الشيء وهي صغيرة. كبرت استغنت عنه بمستحضرات التجميل، بالشعر، بالميك اب، بدي الأشياء. عايزة عروسة لونها وشبهها أيوة. فلما كبرت صار نفسها إن هي تسوي عروسة تشبه للناس العاديين. مو لازم تكون عروسة شقرة وبيضة وعيونها ملونة، عادي تكون سمراء، عادي تكون ايجن، عادي يكون شعرها قصير، عادي يكون شعرها كيرلي، تشبه كل البنات الصغار اللي لما يبغوا يروحوا يعني محل العاب يلاقوا شيء يشبه لهم. انا معاكي كيرلي النهارده وخلاص. وعبير نفسها في ايه؟ عبير حلمها ايه؟ عبير حلمها بصراحة انه بس انه كل بنت صغيرة تعرف قديش هي حلوة، ما تحتاج انه هي تحس انه انا اقل من احد ثاني، ولا انا لو كان شكلي كده حكون احلى، لانه مرة كثير بنات عندهم ده الشيء، ومرة كثير بنات بيعانوا من هذا الموضوع. صح. بس ما بيتكلموا، ما عندهم الثقة في النفس، تصير مهزوزة بسبب نظرة المجتمع. احنا في النهاية بشر كلنا، وأنا لوني كذا بعد، وأنا بعد يمكن فيني عيوب داخلية ما حد يشوفها، وفي النهاية الواحد يعني يختارونه لأخلاقه، لدينه، مثل ما وصلنا عليه الصلاة والسلام الرسول الأكرم. يعني ما حدد شو اسمه اللون، وما حدد الأخلاق. هو ديننا كله بالضبط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الوصايا إنه لازم يعني إحنا كمسلمين نمشي عليها. صح. يعني ما عندنا إحنا تفرق، الحمد لله. هذه الأمور كلها كانت في عادات الجاهلية جدع، خلاص ونغيرها. خلاص طبعا. إيه أكيد. وأنا حاليا مخطوبة وخطيبي لونه أبيض عادي. أوكي. ما تشوفي إنه تسبب أي مشاكل أو فروقات أو في موضوع الزواج؟ يعني ما تفرق. شوفي، هي ما تسبب مشاكل، بس الآن دحين أحس عندنا شوية الناس مو مرة يعني شايفين ده الشيء كثير. يعني مثلا لو خرجنا مكان تلاقي كل الناس طالعوا فينا إنه هذا ليش يسووا مع بعض. بس خلاص إنه العالم قاعد يتغير، نظرة المجتمع بتختلف. صحيح. عادي، مو مهم إيش لونه، أهم شيء هو كيف من جوا، وإذا إحنا متوافقين ولا لا. مبروك العمل ومبروك الخطوبة. إن شاء الله زواج مبارك. نورتونا. شكرا عبير لوجودك معنا في كلامنا واعم. وأكيد مشاهدينا ممكن تتابعوا مسلسل بنات الملاكمة على MBC4، ومكملين معاكم بعد الفاصل.
بعد الفاصل. دور الأب بين العادات والتقاليد وبين الانفتاح ودعم الحرية الشخصية بيأديه عبد العزيز سكيرين في شخصية سلطان والد نجود في مسلسل بنات الملاكمة، ونرحب فيه في استوديو كلامنا واعم. منورنا. أهلا وسهلا، هذا نوركم أنتم، ويا رب إن شاء الله يقدرنا على تقديم الأفضل، إن شاء الله، تقديم التوجيه، تقديم الرسالة. أكيد. إحنا دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة تطور كبيرة جدا. وأنت فعلا هذه الشخصية اللي حابين نتكلم عليها اليوم، بداية نجود اللي هي الشخصية الرئيسية اللي أنت بتأدي دور والدها، هل هذه الشخصية المركبة هي نتيجة تربية والدها اللي هو منقسم بين العادات والتقاليد وبين أنه يدعم الحرية الشخصية تحديداً للبنات؟ لا، دائما خلينا أقول ملاحظة كبيرة، يعني إحنا في فرق ما بين التحول لما نحن فيه الآن وإلى ما كنا فيه في السابق. فإحنا جالسين نصحح أخطاء ونعترف فيها بأنها أخطاء فعلا. مثل يعني أي أخطاء يعني من ناحية توجيه الأب لابنه لبنته كانت بالشكل التقليدي السابق، برفع الصوت، بالضرب، بالكذا. إحنا وجدنا الآن في وقت وفي حاضر يحتم علينا أن نصادق البنت، نصادق الابن، نصل إلى غاياتهم، نصل إلى حاجاتهم، نصل إلى تحقيق هواياتهم اللي هم يرغبون فيها بدون ما يكون فيها داخل الضرب أو يعني أو حوار بين الأهل والأبناء. تشوف المسلسل ناقش هالنقطة؟ يفترض نعم ناقش هذه المرحلة، وإحنا جالسين نسقط هذا العمل على الرؤية القادمة إن شاء الله بالنسبة ل2030 لنقدم توجيه، رسالة. ما في مشكلة أنك تقول أنا أخطيت، صح. وخير الخطاؤون التوابون، يعني صح طبعا. فإحنا كنا في السابق نؤدي أحيانا تقاليد وعادات اتجاهها آخر بعيد عن اتجاه الدين. جينا الآن نصحح الأخطاء جميل. اللي مرينا فيها قبل، على أساس أنه الجيل القادم جيل مختلف تماما. أساليب التربية الحديثة طبعاً حتى بتتغير في كل الوطن العربي. إيش رأيك نشوف كيف هذه التغيرات صارت في مسلسل بنات الملاكمة؟ نشوف بعض المشاهد ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. اللي هيشوف آخر مشهد ده هيعرف إن في فرق كبير بين الأم والأب. طبيعي. عايزة أعرف بقى منك، لأنه المشهد ده هيقلب الموازين تماما. على فكرة مشهد رائع، وحبيت كيف لا تتابعوه يعني. عليكم السلام. الحمد لله. أيوة السلام عليكم. خلاص. أنا كأب أنا تخليت عن أغلى الناس عندي، يعني حتى والدي وعلاقاتي مع الجيران وعلاقاتي مع أقرب الناس، حاولت أنه أبعد أولادي في تربيتهم وأبعدهم في تصرفاتهم عن تصرفات الغير. فأنا جالس أخطط على أساس أنه مملكتي هذه أكيف أولادي زي ما يشتهون، زي ما يحبون، زي ما يرغبون، بدون محاذير. ولكن يبقى في الأب توارث التقاليد والعادات اللي من والده سابقا، صح. يحاول يجمعها على قد ما يقدر، كيف هو تربى، أي على أساس أنه يسدد ويقارب. فكان التوازن ما بيني وبين الزوجة أنه لابد تكون أخف وأنا أكون أعلى، ترجع لسلطة الرجل أو مملكة الرجل في البيت. في الأول يعني أنت كنت موافق لحد ما جت على العادات والتقاليد. أيوة. هنا لا، أقول ستوب. صح. أيوة صح. لأنه مهما كان إلا في شيء يمس الكرامة. إنك تباحرين الرجل بعيونك وهو يباح لك وتتكلمي معه صح. بكل شفافية، أقول لك لا اسمحي لي، ستوب حبيبي. أوكي ستوب حبيبي. حد هنا وخلوني ياخذ الغطرة ويهبدها. لا بس يعني في أشياء إحنا نتوارثها مثل ما قلت بالعادات والتقاليد ونكون إحنا راضين ومبسوطين، وفي أشياء ودنا نغيرها. الولد وأبوه بإيش يختلفون، بإيش يتشابهون؟ المسألة المنطقية في الموضوع بين قوسين، الذكر دائما يكون عنده حساسية، ومحمد في مرحلة الشباب عنده زملائه في الشارع، عنده زملائه مثلا في الجامعة أو في عنده كذا، فخوفه دائما مو على مسألة تقاليد وعادات زي ما هي، خوفه على كرامتي الداخلية طبعا في تعاملي مع أختي ومع بيتي. صح. غصبا عليه بالفطرة، يعني بالفطرة تبان في وقتها. صح. فأنا ما ألومه على عصبيته، على أحيانا طلعته نزلته الطيب الحبيب الكذا إلى آخره، بقدر ما ألوم نفسي، لأني برضو في مرحلة من المراحل حاولت يعني أطبق نفس شخصية أبوي. صحيح. فإحنا نبغى نطلع من الثوب هذا، ولكن
ضمن تقاليد عادات طبعا. محترمة طبعا. وديننا وضح كل شيء. بس أنا تكلمت في البداية قلت أنه لا نخلط بين التقاليد والعادات والدين. صح. عطني دليل عشان أمشي عليه من القرآن والسنة. أما أنا أجي على عادة أبوي لا تطلع، مع أنه أذكر لكم شيء ما ودي أقوله ولا أول مرة أقوله. أنا أبوي في وقت من الأوقات الله يغفر له ويرحمه كان إذا طق زميله الباب كان جاي من برا وفتحت الباب بدون طاقية وبدون غترة يجيني كف على وجهي. يا نهار أبيض. ليش؟ فأنا ما أقدر أسأل ليش، لكن اكتشفت بعدين يقول لا لابد تستقبل الرجال بهيبتك، لابد وهذا مو حرام ومو لا يجوز، ولكن عاداتهم حملونها. يعني أنا مهما كان يعني كنت طفل وكذا، لكن قال لا، احترام الشخص اللي تفتح له الباب. وكل بيت له عادات وتقاليد غير المجتمع حتى. صب القهوة أحيانا لما تصب اليد أحيانا ترتعش أحيانا كذا، يكسر من مجاديفك أمام الرجال اللي موجودين. فهذه كسرة بالنسبة لك وما كانت أبدا من الدين. صحيح. الدين يسر، وإحنا حاولنا أن نتخطى هذه العقبات بهذا العمل المودرن. طيب أستاذ عبد العزيز، إحنا فهمنا منك دور الأب اللي هو المحافظ وفي نفس الوقت منفتح وبتروي من غير طيش الشباب. هذا دور الأب. محمد، دور الأخ، إيش رسالتك اللي تحاول توجهها لكل أخ بيتابع هذا المسلسل عن كيف تكون علاقته مع أخوات البنات؟ احتووا بعض، اسمعوا من بعض. أوكي كل واحد عنده خصوصية طبعا، لكن في مواضيع حلوة أنها تتناقش بين الأخوة على أساس يتفهموا بعض في المستقبل. يعني أنا ممكن أسمع من مثلا أختي كلمة ما أتقبلها، لكن إذا أنا عشت المشكلة معها في البداية راح أنصحها، راح يعني ممكن أوافقها الرأي في جوانب، يمكن راح أساعدها. ما ترفع العقال عليها. لا هذا بدر أنا أتكلم. لا وده اللي أنت عملته مع أختك الثانية غير نجود لما خطيبها سابها عملت كده. لما مثل ما قال أبو عبد الرحمن، أنا عندي أصدقاء، هذا ما جاء من فراغ المشهد، هذا جاء من إنه سيرة سيرة أختي صارت لسان المجتمع. طبعا. يعني وقفت جنب الثانية برضو عملت اللي عليك. يعني كنت بتحاول توزن الأمور. ولاحظي أنا ما عصبت إلا لما أول شيء جيت قلت لا احذفي حساباتك، سوي كذا سوي، وهذا طبعا شيء حل اندفاعي يعني مو صحيح، لكن إنه تراكمت في تصاعد شوي صار في المشهد. تطلب من الناس بقى تتفرج على المسلسل ليه؟ يعني عايز اسمع منك سريعا كده قبل ما نختم. شوفوا المسلسل لأنه في روح جميلة بين أسرة جميلة عشناه فعلا ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. أتمنى أنه احنا قدرنا أن احنا نوصل لو جملة يعني استفاد منها الجمهور، تحث على المحبة والسلام والتآخي. وحضرتك كمان يا أستاذ عبد العزيز. أنا أقول شاهدوه بقوة. العمل هذا فيه شفرات لا يمكن يفهمها إلا الجيل الحالي. الجيل القديم أنا أقول لكم لا تنسوه وخلدوه ذكرى جميلة استمتعنا فيها في وقتها، لكن الآن تستفتي قلبك وشاهد العمل، لأن العمل يهم الأسرة بكاملها على التوجه الجديد والمرحلة الجديدة اللي إحنا داخلين عليه. فيه منعطفات كثيرة، فيه تشويق، عنصر التشويق، فيه عنصر الابتسامة، فيه عنصر الاجتماع الأسري الجديد. فإحنا نرمي للشيء هذا بوجود الشابات والشباب اللي شاركونا في العمل، وحاولنا بقدر الإمكان أنا والأستاذة فاطمة الحوسني الله يذكرها بالخير وشرف لنا لها تحية تكون يمسيها بالخير أنها تكون معنا، بأن نرمي إلى مسألة خاو ابنك جميل. خاو بنتك، أوصل لنتيجة تستفتي بها قلبك، لا تستفتي بها الغير نهائي، لأن الغير يمكن يورطك في أشياء أنت يمكن تولد عداوات، تولد حزازات. إحنا منا محتاجين الموضوع هذا. صحيح. وهالشيء يذكرني بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ربوا أولادكم على غير ما تربيتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. شكرا كثير، نورتونا بحلقة الليلة ومتشوقين كثير إن احنا نتابع المسلسل، لأن الحلقات الأولى صراحة يعني انترستينج. يعطيكم العافية. المجتمع السعودي مثل غيره من المجتمعات يعيش بشكل مستمر حالات من التغيير، لكن الحين المختلف هو الإيقاع، صار سريع، والسعوديين قاعدين يستوعبون هالشيء ويثبتون أنه عندهم القدرة على الاندماج فكرياً وثقافياً. التغيير والتعايش معه
مو من الأمور الصعبة أو المستحيلة، لكنها تحتاج لكثير من النضج الفكري والثقافي. تصبحون على خير، نشوفكم الأسبوع الجاي.